النهارده عامل حملة افطار صائم وعازم صاحبي على الغدا. يلا نحط الفراخ على النار وننزل نشتري شوية طلبات ونشوف الاسعار. وبالنسبة للرسائل وكومنتات السفر، احب اقول لكم مفيش فيديوهات سفر تاني، لان الرسالة ان انا كنت بقول حرام تدفع 250 الف جنيه في عقد عمل ويطلع نصب، فبلاقي الرد في الكومنتات طب شوف لي عقد حواليك وانا واثق فيك، فكده العيط في الفايت حرام. وقلنا الطريقة الوحيدة المضمونة من غير مكاتب ومن غير نصب انك تسافر دراسة، وبلاش ألمانيا عشان تطلب حساب مغلق عالي وبتطلب مستوى لغة، وخليك في شرق أوروبا عشان شروطها أسهل بكتير مقارنة بألمانيا. ولو عايز تسافر شغل على طول فقدامك الفيزا بحث عن عمل ألمانيا، ولها شروط وأهم شروطها اللغة، وقلت لك المعلومة وما اقدرش أساعدك بأكتر من المعلومة. من الآخر كل اللي أعرفه في الفيديوهات اللي فاتت قلته، ولو أعرف أكتر مش هخبي وكنت هقول، فيلا فكك من الموضوع ده ونخش على أسعار على طول. طبعا ده أول اختلاف في الإخضار، الكوسة هنا كورة والكرة في مصر كوسة. وده نوع من انواع الطماطم اسمه بوميدور شوكولادوفا، يعني طماطم بالشوكولاته، وسعرها 19 زلوتي، والزلوتي ب7 جنيه مصري. ودايما الاستغراب على اسم العمله، هي بالبولندي اسمها زووتي وبالعربي اسمها زلوتي. بالنسبه للناس اللي عايشين في بولندا بيقولوا لا اسم العمله ما بيتغيرش باي لغه واسمها زووتي في اي مكان، لا هي بالعربي اسمها زلوتي، واسال جوجل واستغشم واعمل غشيم طول ما الكلام اللي بيتقال سليم. ازاي اسم العمله مش بيتغير والجنيه اسمه باوند بالانجليزي؟ ودي مش رمضان ما يلزمنيش فيه غير الفستق والتين. الفستق ده 70 جرام بحوالي 9 زلوتي، وده تين ب7 زلوتي، وللعلم التين بالبولندي اسمه فيجا، والله اسمه كده. وفجأة لقيت فستق 300 جرام ب16 زلوتي، واللي انا جايبه 70 جرام ب9 زلوتي، لا كده اوفر بصراحة. 300 ب16، رزق ورزق عيالي. ودي كيس سوداني ب7 وحاجة، ولتر اللبن تقريبا بحوالي 3 ونص. دي كرتونة 10 بيضات شبه بعض الكومنتات ب8 ونص، وتقريبا اللي مكتوب فوق ده اسم الفرخة اللي خلفت البيض. واي حلويات لا باكلها ولا بهتم بسعرها، بس قلت اوريها لكم برضه عشان عارف ان في ناس كتير بتحبها والدنيا صيام وكده يعني، قلت اعمل معاكم واجب. والعيش دي بالذات لازم له وقفه، لان بيقولوا البذور اللي عليه دي بذور القف، انتوا فهمتوا طبعا. وانا بصراحه بحبه بغض النظر حتى لو معمول من القف مش بالبذور بس. طبعا دي برطمانات شوكولاتات ومربات، ما يفرقش معانا غير ان اقولكم ان النوتيلا ب6. ودي ماكينات تتحاسب عليها الكتروني عشان تخف الضغط على الكاشير، بس انا عشان مؤمن دايما بمرمطه العنصر البشري وما بعرفش استخدم المكن ده، فراح احاسب على الكاشير عادي. ورجعنا البيت الساعه 4 الا ربع نشوف الفرخه وصلت فين، ده بقالها اكتر من ساعتين. يلا نكمل طبخ. وشايفين طبق السلطه ده عملته في اكتر من ساعه، بضيع وقت، وما تسالنيش ازاي، ما الفراخ بقالها 3 ايام في الفرن وما استوتش. استوتش كده كده، المغرب لسه ما قدنش، هي معانا في الفرن يا تتحرق الاول يا المغرب يقدر الاول. الطعم عالي ومية مية، لا فراخ الفيوم ولا منجة اسماعيلية. واكتر فيديوهين اتعمل لي فيهم منشن، فيديو البنت اللي بتقول هنا الحياة غالية والضرايب عالية والغربة في اوروبا ما اتمنهاش لاولاد اعدائي، وفيديو الواد اللي بيقول شوفوا اشتريت ايه بشغل يوم واحد في اوروبا. من الاخر البنت دي كدابه وشكايه وبكايه، لان هي لما قالت ان في ضرايب ما قالتش هي بتاخد ايه مقابل الضرايب دي، ما قالتش ان في عمليه ممكن اي واحد في بلد تانية يبيع بيته وما يقدرش يتعالج هنا ممكن يعملها ببلاش مقابل انه بيدفع ضرايب. والولد اللي هي ردت عليه لما قال شوف اشتريت ايه بشغل يوم واحد في اوروبا برضه هو كداب، اولا لانه ما حسبش الضرايب، تاني حاجه لانه ضرب لك يوم في 30، مع ان هنا في يوم اجازه اللي هو يوم الاحد، واحتمال السبت كمان بيكون اجازه في معظم الشغل، او الاثنين صح، وانا اللي ما بيعجبنيش العجب، بس هو من وجهه نظر الواد ده زي الناس الاوفر اللي كنت بقابلهم قبل ما اسافر ويحكوا لي على السفر، اللي يفضل بقى يقول لك ده احنا في اوروبا ما اعرفش عندنا الشوارع مرشوشه برفان والكلام ده. طبعا اوروبا نظيفه من غير ما تافور، ويقول لك ده اني بلبس لبس في المانيا ما حدش بيلبسه في مصر، وتيجي هنا تكتشف ان اللبس للكل واللبس رخيص، وطبيعي ان اللبس هنا براندات. الموضوع بسيط يعني، الحاجات دي مش انجازات. والبنت دي انا بشوفها شكايه بكايه، زي واحد صاحبي كلمني قبل ما اسافر قال لي اقسم بالله من ضغط الشغل ما اعرفش حصل لي ودخلت المستشفى، جيت هنا لقيت ان قانون العمل الشغل 8 ساعات وفي راحه في النص، فما فيش داعي يعني ان واحد يقول لك طجيت من الشغل وكنت هموت. من الاخر احكي لك قصه بسيطه كده حصلت مع واحد صاحبي اول ما وصل المانيا وانت هتفهم الدنيا. الراجل ده اول ما وصل المانيا ما كانش يلاقي شغل، فما كانش قدامه غير انه ينزل الشارع يقابل اي حد عربي يساله على شغل، فقابل 4 رجاله عرب من جنسيات مختلفه وسالهم يا جماعه انا بدور على شغل تقدروا تساعدوني؟ فقالوا له كان غيرك اشطر، المانيا كان فيها شغل زمان ايام المارك، انا هو بتكلم 6 لغات ومش لاقي شغل، والتاني قال له انا معايا دكتوراه ومش لاقي شغل، والتالت قال له انا ما اعرفش صنايع ايه ومش لاقي شغل. الراجل روح والدنيا سودا في وشه، بعد شهر شهرين ربنا كرمه وعمل ورقه واشتغل. فاول ما اشتغل في المصنع اللي هو اشتغل فيه لقى ان المصنع ده عايز ناس تانية يعني، فقال اروح ادور على اصحابي دول اللي كانوا في الشارع اللي مش لاقيين شغل، فخد واحد زميله من المصنع اتعرف عليه لبناني ونزلوا يدوروا على الناس دي. اول ما وصلوا المكان صاحبه بص له وضحك قال له هم دول؟ قال له اه دول اللي اول ما جيت كانوا مش لاقيين شغل وبيشتكوا له مؤهلاتهم حلوه. قال له دول المشردين اللي عايشين على المساعده وما بيحبوش يشتغلوا. فالخلاصه من القصه دي ان قبل ما تسمع اي كلام شوف مين اللي بيتكلم.